من النهارده لو سمعت خبر بيقول لك ان مصر اخيرا توصلت لحل هيخليها تكسب تنظيم اي بطوله رياضيه وهي حاطه رجل على رجل، ما تستغربش. وانا مش بتكلم عن بطوله عربيه او افريقيه، لا ده حتى كاس العالم. والحل ده مش حل خرافي او حل من تحت الترابيزه زي الدول اللي بتضطر انها تدفع عشان تكسب تنظيم بطولات. لا انا بكلمك عن خطه طموحه جدا وذكيه واستثمارات كبيره جدا بتوريك قد ايه الدوله المصريه مهتمه جدا بالملف الرياضي. قبل كده لو مصر كانت عايزه تنظم بطوله كان الوضع كالاتي: الملاعب اللي عندي مش في مكان واحد، الملاعب اللي عندي في محافظات. طب اللعيبه اللي جايه من بره والجمهور اللي جاي يشجع هيقعد يتنقل من هنا لهنا. طب الاقامه والتدريبات الناس هتقعد تتنقل من محافظه لمحافظه. وكمان المشكله الاكبر مشكله التامين. لو عندك حدث رياضي مهم زي كده فانت محتاج بنيه واساس تساعد معاك كمان وتسهل عليك عمليه تامين وتنظيم البطوله. فكنا بنقعد نفكر وناخد وقت كبير لحد اصلا ما البطوله تروح مننا. لكن اللي مصر قررت تعمله هيغير الشكل ده خالص. مصر قررت تعمل حاجه مختلفه تماما. مصر خصصت 800 فدان كاملين عشان تعمل مدينه اولمبيه في مدينه العالمين الجديده. وعشان تعرف يعني ايه 800 فدان فانا بكلمك على اكتر من 3 مليون متر مربع. وعشان اقرب لك الصوره اكتر فانا عايزك تتخيل كده 240 ملعب كره قدم جنب بعض. انت متخيل الحجم؟ والحاجه الاهم كمان هو الاستثمار قد ايه. وكل ما كان الاستثمار كبير كل ما كانت الدوله مهتمه جدا وجاده في الموضوع ده. الدوله قررت تستثمر اكتر من 4 مليار جنيه عشان تعمل المدينه دي. بس الحاجه المبهره اكتر ان دي مش اي مدينه رياضيه عاديه. المدينه دي هتبقى متكامله، يعني مش بس ملاعب، لا هيبقى في معسكرات تدريب للمنتخبات الدوليه وفنادق 5 نجوم ومراكز صحيه متخصصه. وكمان الدوله ما نسيتش العائلات، عملت اماكن ترفيهيه مخصصه للاطفال وللعائلات. والحلو في الموضوع ده كمان ان المدينه دي مش مخصصه للمصريين بس. الخطه ان مصر تبقى مركز رياضي لكل الشرق الاوسط وافريقيا، يعني المنتخبات العربيه والافريقيه تيجي تتدرب عندنا والبطولات الكبيره تتعمل عندنا. بس اللي فاجئني شخصيا ولما درست الموضوع اكتر لقيت ان مصر مش بس بتبني مدينه رياضيه، مصر بتبني اقتصاد كامل. انا عايزك بس تتخيل يعني ايه بطوله كبيره تتعمل في بلد مئات الالاف من المشجعين بيسافروا عشان يحضروا البطوله، فنادق تتملي، مطاعم تشتغل، شركات السياحه والطيران بتكسب مليارات. وكمان الحلو في الموضوع ان المدينه الاولمبيه اللي هتتعمل دي هتتعمل في مدينه العالمين الجديده. وعشان الصوره تبقى واضحه اكتر فاختيار مدينه العالمين الجديده مش اختيار من فراغ. مدينه العالمين الجديده موجوده على البحر المتوسط على طول، يعني الاجنبي اللي جاي من بلده عشان يشجع مش هيشجع بس، ده كمان هيستمتع بجمال المدينه وجمال بحرها. وده معناه اقتصاديا الاف الوظائف الجديده، مدربين واطباء رياضيين وموظفين فنادق، مطاعم ومحلات، واقتصاد بلد كامل بيتحرك. يعني باختصار مصر مش بس بتبني ملاعب، مصر بتبني مستقبل رياضي واقتصادي للمنطقه كلها. وبتاكد ان اسم مصر لازم يفضل على خريطه الرياضه العالميه طول السنه كلها مش اسبوعين بس. لو النوع ده من المحتوى عجبك قول لي رايك في التعليقات، والاشتراك والتفاعل بيساعدنا نستمر في تقديمه.